مودرن سبورت يعلن تعاقده مع الثنائي محمد هلال من البنك الأهلي وعلي فوزي قادما من إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. والمصري يعلن إصابة مهاجمه محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى. سيراميكا كليوباترا يتعاقد رسميا مع أحمد قندوسي لمدة 3 سنوات، والأهلي يشترط في العقد منع إعادة بيع اللاعب في مصر. الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع زد لضم مدافعه مصطفى العش لمدة 3 سنوات ونصف، والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة أورلاندو بايرتس في ختام مواجهات دور المجموعات في الشامبيونز ليج الإفريقي غدا في 6 مساء بتوقيت القاهرة، وعودة وسام أبو علي لقائمة الفريق. زياد كمال يشترط الحصول على 4 مليون جنيه للموافقة على فسخ إعارته مع الزمالك، وجلسة بين مجلس الفريق الأبيض وإنبي لإنهاء إعارة اللاعب بالتراضي، واللاعب يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم تمهيدا لعودته إلى الفريق البترولي. وعبد الله السعيد يصاب بشد في العضلة الأمامية، ومحمود حمدي الونش يعاني من كدمة بسيطة في الفخذ. بعد خماسية سيلتا فيجو والصعود لربع نهائي كأس ملك أسبانيا، كامافينجا متوسط ميدان الملكي يغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع قادمة، وعودة ديفيد ألابا لتدريبات الفريق الجماعية. بعد اقتراب إنهاء صفقة عمر مرموش مقابل 75 مليون جنيه استرليني، السيتي يقترب من إتمام تعاقده مع لاعب يوفنتوس الإيطالي كامبياسو، والإعلان الرسمي عن الصفقتين سيكون منتصف الأسبوع القادم. قطعا للطريق على أندية الخليج، مانشستر سيتي يجدد عقد مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند لمدة 10 سنوات قادمة. نرويجي آخر لكنه في تركيا، بشكتاش التركي يعلن رسميا تعلين سولشاير مدرب اليونايتد السابق مديرا فنيا للفريق التركي لمدة 2 عام قادمين. بوكا جونيور الأرجنتيني يعلن تعاقده مع أندريا هيريرا قادما من أتلتيك بلباو الأسباني، والفلسطيني يوسف ساليتش ينضم رسميا إلى كارديف سيتي. وهال سيتي الإنجليزي يعلن ضم الدولي المغربي نور الدين إمرابط في صفقة انتقال حر. الرجاء المغربي يفسخ تعاقده مع حارسه التاريخي أنس زنيتي بناء على طلب اللاعب بعد ضغط وهجوم كبير ناله الحارس المغربي بسبب عدة أخطاء تسببت في خسارة فريقه أكثر من مباراة سابقة. الدولي المصري محمد شريف يشارك في فوز الخليج بثلاثية نظيفة على العروبة في دوري روشن السعودي، والنصر يفشل في الفوز على التعاون ويتعادل إيجابيا مع الفريق ليقبع في المركز الرابع ب29 نقطة. الأخبار السيئة تتوالى، جوزيه جوميز بعد هزيمة الفتح من الهلال ب9 أهداف نظيفة يتلقى خبر صادم جديد بوقف قيد الفتح السعودي ل3 فترات مقبلة. بعد مفاوضات شفهية مع الهلال السعودي، ليفربول يرفض رحيل مهاجم الأورجواياني داروين نونيز مقابل 70 مليون جنيه استرليني. ومن جانبه بعد فشل مفاوضات داروين نونيز، الهلال السعودي في مفاوضات متقدمة مع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب مقابل 300 مليون جنيه استرليني على موسمين قادمين.